ان الرئيس السيسي النهارده ادى رسائل قويه جدا للكل، لكل المجالات وخاصه كره القدم. بس انا كنت عاوز اكد على حاجه مهمه جدا، وبشكر فخامه الرئيس النهارده على كل اللي قاله، خاصه في الجهاز الفني الوطني اللي الرئيس هو اللي قاله. اكد ان هو يكمل. واكد يكمل. على فكره مش من النهارده، لو هنرجع شويه كده الرئيس قال الكلام دوت من فتره، واكد عليه ان احنا النهارده الاجنبي والمصري يعني او الاجنبي والوطني مفيش فرق يا كابتن، ولكن النهارده المصري يا استاذ لميس حقق ما لم يتم تحقيقه منذ سنوات كبيره النهارده. بما فيه التحكيم. الله عليك، بشكرك. قال لا، كابتن محسن قال لك لا. انا بقول لك الله عليك على سؤالك، على سؤالك خلاص. اخر يلا. حاجه نستثمر، وانا بقول اهو الرئيس قال اللي مننا فينا عندنا النهارده تحكيم زي الميس، محتاجين النهارده نطور الاداء التحكيمي ليواكب تطوير كره القدم. من غير تحكيم مش هيبقى في كره القدم. النهارده عندنا كفاءات وطنيه، يعني اتمنى تكون موجوده في الموسم تقود لجنه الحكام في الفتره اللي جايه، خاصه بعد دعم ومسانده الرئيس السيسي. طيب. لكل المجالات. ليه قلت